الزمالك هيكون اهلي طرابلس الليبي، وفي ضيافه الاهلي سيكون نقود الكاميروني خطيره. الكره حلوه انفراد والهدف الاول. الهدف الاول حلوه الكره الجميله اللي جابها الشامي جميله ضرب الدفاع كره متوقعه ومنتظره والكل بيلعب عليها. وادي حسام البدري بيحيي لاعيبته بيقول يلا ارجع للماتش يفرق كتير. بيبص بقى في الوقت ابتدى يظهر في المنطقه الدفاعيه، انما حلوه قوي الشامي مع الدقيقه 78. محمد الشامي قلت لحضرتك هدفه الثامن مع الدقيقه 78 وهدف، لان حسام حسن زي ما قلت لحضراتكم اذا نهى المباراه بفوزه بعمل انجاز، انه الوحيد اللي حقق فوز على النادي الاهلي في 33 مباراه. شوف الكوره لسه ما فيش تسلل اتلعبت، والراجل عمل ضبط التايمنج بتاعه مظبوط، ما يقدرش يعمل احمد عادل، ده انفراد، الكره على طول تسكن في الشباك. كان في حاله توهان من دفاع النادي الاهلي، وقبلها كان في حاله تحس كده ان عايزين المباراه تخلص. شوف العوده بتاعه الخط الدفاعي كله او اللاعبين هم في الوضع الدفاعي. هدف لمحمد الشامي يخرج المباراه من رتبتها. ممكن كده نشوف ال10 دقائق المتبقيه.